السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي ام يسرى روان. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا باحسن الاحوال وبصحه جيده. الناس اللي التحقوا جديدين في القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء والصحاب ديالكم باش ان شاء الله تفعل القناه ديالي. والناس اللي معايا في القناه ديالي من الاول كنقول لكم شكرا على التعاون ديالكم، شكرا على تحفيزكم وتشجيعاتكم ودعمكم وعلى اللايك اللي كتخليو لي في الفيديو. فاليوم كنقترح عليكم هاد الطورطه، هذه الطورطه ديال عيد ميلاد سهله وبسيطه بمكونات بسيطه جدا. فكنتمنى ان شاء الله انكم تشاهدوا في الفيديو من الاول حتى الاخير، وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. فمباشره هنايا عندي 8 ديال البيضات باش غادي نحضروا لاجينواز ديالنا. 8 البيضات الحجم الكبير، عندي زلافه مع مراشي ديال السكر، وعندي واحد الساشي ديال سكر فاني باش نسموها، وعندي هنايا الدقيق حسب الخليط طبعا نوعيه ممتازه، وعندي هنايا واحد الساشي ديال خميره كيماويه. فمباشره هنايا كنعدل البيض ديالنا في واحد المولي كيكون غارق باش البيض ملي كيطلع راه الخليط كيكون الحجم ديالو كبير. فلقاو المساحه باش نخلطو ملي نخلطو مع الدقيق. فكنستمر على هذا الشكل هذا، وكنعدل البيض ديالنا كنطربو مع سكر فاني والسكر كما كتشوفوا. هنايا كنعدل السكر فاني. فطريقه سهله ومبسطه، فكنتمنى انها تنال الاعجاب خصوصا المبتدئات اللي ما كتنجحش معاهم لاجينواز. فهاد الطريقه هذه راه ناجحه 100%. فهنايا انا اختاريت 8 البيضات لانني غادي نديرو على 8 ديال الدفعات، عفوا 3 ديال الدفعات، قلت 8. فهنايا كنجيب الطراب الكهربائي او الباطور، وانتم بغيتو تعدلوا في الخلاط الكهربائي كيبقى القرار ديالكم. فكنبقى نطرب على هذا الشكل هذا حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض ديالي، كيولي على هذا القوام هذا. فهنايا كنشوفوا انه مازال خاصني نطربو، فكنزيد له واحد تقريبا واحد 5 دقائق كما كتشوفوا معايا. صافي هنايا هانتوما كتشوفوا، يعني هانتوما الخطوط ديالنا يعني صعيب انها تختفي في الخليط. فصافي هنايا مباشره كندوزو نعدلو الدقيق، وكنأكد ان الدقيق يكون نوعيه ممتازه، نوعيه ديال خاص بالحلويات. فهنايا هانتوما كتشوفوا كنوضع بالتدريج، وكنغربل عليه واحد الساشي ديال الخماره. كاين اللي ما كيعملهاش، فانا فضلت انني نعملها. باتيسريات الكبار المحترفين احترافيين راه تبارك الله ما كيعطلوش الخماره، فانا من الاحسن قلت انني نعدلها. فكناخذ واحد سباتيلا وكنبدا نخلط بالخليط ديالنا راه غير بشويه، ماشي بالزرباب، ما كنزربوش على الخليط، لان الى قوينا في التخلاط راه البيض ديالنا كيهبط وما كتنجحش معنا لاجينواز. فكنستمروا على هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنتاكد ان الدقيق راه نساجم مع البيض. انتم راه غير بشويه، يعني ها انتم كيف ما كتشوفوا حتى كنحصلوا على هذا القوام. وكنجيب واحد اللاطه كما قلت لكم انا هنايا غادي نديرو على 3 ديال الدفعات كما كتشوفوا. وغادي نبدا نوزع الخليط ديالي ديال لاجينواز على السينيه كامله، خصوصا نركز على الجوانب. فانا جبرت العجين انها باقا ناقصه، فنزيدوها ماشي مشكل. صافي هنايا غادي نوزعها بشكل عادي في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. والفرن هنايا بطبيعه الحال راه كيكون سخون، راني شاعله عليه. فدرجه الحراره طبيعه الحال كتكون درجه الحراره متوسطه، ما كنجهدوش عليه البوطه. وانتم وخاصكم ضروري انكم تراقبوه، لان لاجينواز ديالنا راه دغيا كطيب، فما تغفلوش عليها. انا خدت معايا تقريبا 10 دقائق، كما قلت لكم النار متوسطه ما تغفلوش عليها. صافي هنايا كنجي نوجد الكريمه ديالي. كنحتاج هنايا الكريمه، وعندي هنايا السكر كلاصي،
وعندي هنايا كولاكاو الحلو. فالكريمه ديالي كنكون بيتها في الثلاجه، والساعه اللي كنبغي نخدم فيها كنعدلها في الفريغو باش كتزيد تبرد لي اكثر وكنحصلوا على نتيجه احسن. اما السكر فالدور ديالو مع الكريمه كيخلي الكريمه ديالنا متجانسه، ما كيخليهاش يذوب، كيخليها متماسكه وشاده في راسها. فانايا كنبداو نطلعوا الكريمه ديالنا على هذا الشكل. راه ملي كتبرد وكنعدلوها في الثلاجه كنحصلوا على نتيجه احسن. انايا كنزيد السكر ديالنا بالتدريج على هذا الشكل. فغير جربوا السكر مع هاد الكريمه هذه، هاد النوعيه راه كتعطي نتيجه احسن. وبالنسبه للنكهه اللي بغيت انا اختاريت كما قلت لكم كولاكاو الحلو، وانتم اللي بغيتوا طبيعه الحال راه كاينين بزاف النكهات، الفراوله، الفريز، اناناس، كاين الخوخ، كاين البرتقال. فانا حبيت انني اكتفيت بهاد هاد الكولاكاو الحلو. حتى هو راه الصراحه كيعطي واحد اللون مختلف على الابيض ومذاق زوين. فكما كتشوفوا معايا هانتوما الكريمه ديالي تجانست، وهذه هي لا جينواز ديالي من بعد ما باتت ليله كامله انا بيتها عاد خدمت بها. فكنبدا نسقي فمباشره. انا كنستعمل دائما كنسقي الطورطه ديالي والجينواز بالمشروب الغازي، ما كنعدل شي زعما شي سيروم او شي حاجه. فالمشروب الغازي صراحه كيعطي نتيجه احسن. فاستعنت كما كتشوفوا معايا بهذا الاطار هذا اللي كيساعدنا على الدريساج. وانتم كتشوفوا الكريمه كيفاش متماسكه وشابره في راسها. صافي كنبقى نوزعها على هذا الشكل. فانايا سرعت الفيديو باش ما يكون خفيف على قلوبكم. وهنايا كنعدلوا فوق الكريمه الفواكه اللي عندنا، وانتم اللي بغيتوا اللوز، بغيتوا الكركاع. ومباشره كنعمل الطبقه الثانيه من موراها كنسقيها والكريمه، وعاود كنعمل الفواكه ديالنا. وكنجيب هنايا لا جينواز الطبقه الاخيره كما كتشوفوا معايا. وصافي كنعدل الكريمه ديالي هنايا كنكون حتى هي سقيتها، وكنوزع الكريمه ديالي على الجوانب، على مهم الجينواز كامل. كما قلت لكم سرعت الفيديو باش ما حيتاش كان غادي يجيني طويل. فكناخذ واحد سباتيلا بحال هكا وكنبدا نملس، يعني كنخلي الكريمه باش كيجيوشي فيها الخطوط. فانايا كندخلها الفريغو واحد ساعه المكانه، من بعد كنجبدها كنحيد ليها الاطار كيتحيد راه بسهوله. وهنايا كنبدا ندريسي الجوانب من بعد ما حيدت الاطار. صافي كنبقى ندريسي الجوانب كما عملنا في الاول، ما كنخليو شي العيب بحال هكا ولا الخطوط. نستمر على هذا الشكل هذا. وصافي كما كتشوفوا انا زوقت هنايا وعملت في الجوانب لوز ايفيلي، زوقت بديك الطريقه نتوما دابا تشوفوها في اخر الفيديو. وهنايا في الكلاصاج كناخذ واحد ربع العصير ديال الحامضه، وعندي نص كاس د الماء. نتوما كما كتشوفوا معايا كنكون منه كاس. وعندي هنايا فلون ديال الفراوله او د الفريز، وانتم اللي بغيتو. وعندي هنايا النشا. فقط كنكتفي بهاد المقادير هادو. فبالنسبه للفلون ديال الفراوله كيعطيني اللون، وكما قلت لكم بغيتوا الكراميل بغيتوا البرتقال كما واللي حبيتو. فانا قلت لكم اكتفيت بهاد سميتو. هنايا كنزيد نشا على هذا الشكل هذا، وكنبدا نحرك فيه، كنحرك مزيان حتى كنتاكد ان العناصر دابت. هنايا راه كنحرك مزيان. وفمباشره كنعدلو فوق البوطه، كنوضعو على النار مع التحريك المستمر، وما كنغفلوش عليه لانه كيعقد. فكنستمر على هذا الشكل هذا حتى كيعقد، وكنعملوه في واحد زليفه كنبقاو نحركو فيه مزيان باش ما كيعقدش لينا، ونفس الوقت باش
نفس الوقت كيبقاش يسخن بزاف. فانايا من بعد ما باتت ليا ليله كامله في المجمد، هانتوما كما كتشوفوا وضعتها وجزعتها على هذا الشكل هذا. فانايا خاصنا نسرعوا العمليه ديالنا نوزعوا الكلاصاج ديالنا لان كتجمد. فانايا ذوبت الشوكولاط وكتبت فيها هابي بيرثداي روان بالنوته ديالي العيد ميلاد ديالها، وزوقتها بالورود. والدريساج كان نتوما واللي بغيتو نتوما اللي حبيتو فهاد الدريساج نتوما خصكم تبدعوا فيه. فانا اكتفيت بهذا القدر هذا، فكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا شاهدتوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تبخلوش عليه بواحد البصيمه وتعليق رائع بحالكم كما مولفين. فالمكونات ديال هاد الطورطه هذه راه بسيطه جدا، خذوا الوقت ديالكم في الدريساج ديالها. ايوا خوتي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم بالصحه وراحه.